عندما قرر نجم السلة السوري وليم حداد خوض غمار تجربة الاحتراف الخارجي، كان يدرك أنه سيقف أمام تحديات جمة، لكنه بذات الوقت كان عازما على اغتنام فرصة مفصلية قد لا تتكرر. الحمد لله كانت تجربتي الاحترافية الأولى لي مميزة، قدرت أحقق فيها اللي بدي إياه من ناحية النواحي الفنية، من ناحية الخبرة، وهي أهم شيء، خاصة إنه كانت يعني قدمت الحمد لله إنه قدمت مستوى كثير منيح هناك. احتراف حقيقي طالما انتظره ويليام وحلم به ليجده في ناد يحترم كرة السلة ويعطيها حقها ويجعلها صاحبة الريادة بين ألعابه. نادي دهوك هو معروف، يعني هو بيعتبر هو يعني كمدينة دهوك تعتبر هي العاصمة السلة العراقية، دائما هو بيكون بطل على مستوى العراق او حتى على مستوى الاقليم. الحمد لله انه قدرت انه احقق معهم انجاز او احقق معهم شيء يعني كمستوى فني وكترتيبي بالدوري. ويليام كان عند حسن ظن النادي الذي وضع امله فيه، وتعامله بوعي ومسؤولية مع العرض الاحترافي انعكس ايجابيا على ادائه وعطائه ليغدو من اميز هدافي الفريق ولاعبيه الفاعلين، بل الورقة الرابحة في يد المدرب الذي أحسن استثمار طاقاته الهجومية والدفاعية. أنا شو بتطلب مني من ضمن المدرب لازم أنا أحققه، وقت المدرب يكون طالب مني أنه أنا أسجل، طبعا لازم أنا ألبي له هذا الشيء، خاصة أنه أنت لاعب محترف هناك، ما بتعتبر مثل لاعب محليين. وطبعا أهم شيء هو يكون فوز الفريق. المدرب كان محتاج هو كلاعب رقم 2 بالفريق، الحمد لله توفقت. وبعض الأحيان كان انه يحتاجني العب لمركز واحد، مركزي هو اللي انا بلعبه هون بسوريا، المركز واحد كبلاي ميكر. وطبعا كل شيء بالتمرين انت وقت تتدرب باستمرار، خاصه تمارين يوميه اللي كنت انا افتقدها هون بموضوع تمارين صبح ومساء بسبب الشغل طبيعه عملي. هدول التمارين هي بترفع لك نسبه التسجيل لإلك. نجم السوري ويليام تلألأ في سماء سلة الإقليم، وصار الفتى المدلل لدى عشاق النادي الذي أعطاه بإخلاص وبمختلف المزايا السلوية ليقدم الصورة الرائعة للسوري المعطاء. أجمل شيء صارت مع لقطة هي وقت في لعبة مع فريق اسمه درمندي خان، سجلت فيه 30 نقطة، سجلت فيه 8 ثلاثيات. يعني كعضو اتحاد سلة عاشت إيدك يا بطل يا سوري. يعني هي حسيت انه انا عملت شيء لبلدي وقتها، وحسيت شيء انه انا عملت شيء، يعني حققت شيء. وفهمت انه نحن قد ما كانت الاوضاع نحن موجودين كسله سوريه، موجودين نحن كلاعبين، عم نقدر نمثل برا، نمثل اللاعبين السوري، عم نمثل بلدنا باحسن تمثيل.